السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشوفوا درس مهم من دروس الرياضيات اللي هو النشر والتعميل. فهذا الدرس هذا كتعتبر مهم، لذلك خاصنا نركزوا ونفهموه، فيكفي انكم تتبعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله غادي تفهموه مزيان، لانه كتعتبر من ضمن الدروس اللي لا باز، يعني الا ضبطتيه تقدر تضبط الدروس الماجين. دونك بلا ما نطول عليكم اعزائي التلاميذ نبداو مباشره مع الدرس. اولا غادي نبدا معكم واحد التذكير بسيط على كيفيه التعامل مع الاشارات، سواء في الجداء او لا الجمع والطرح. غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الاشارات، لان الا بغينا نفهموا هذا الدرس اللي هو النشر والتعمير، فمن المهم والضروري اننا نكونوا ضابطين كيفيه التعامل مع الاشارات. لنبدا، غادي نعطيكم واحد الجدول اللي هو غادي يلخص لكم كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الاشارات. هنا زائد ناقص وهنا زائد ناقص، هنا الضرب في اوكي. عندنا الزائد في الزائد، الا درنا زائد عدد موجب ضربناه في عدد موجب، شنو غيعطينا النتيجه غنحصلوا عليها؟ هو عدد موجب. سمحوا لي هذا مش مزيان. ضرب عدد موجب في عدد موجب هو عدد موجب، عدد سالب في عدد موجب هو عدد سالب، موجب في السالب كذلك سالب، سالب في السالب موجب. مضبوط؟ يعني واحد الخلاصه هنايا وهنا فين كنحصلوا على عدد موجب، شنو كنلاحظوا؟ اننا الا ضربنا عدد موجب في عدد موجب كنحصلوا على الموجب، والسالب في السالب كنحصلوا على الموجب. بمعنى ضرب عددين لهما نفس الاشاره هو عدد موجب، جداء عددين لهما نفس الاشاره هو دائما عدد موجب، وجداء عددين لهما اشارتين مختلفتين، ناقص في الزائد او لا الزائد في الناقص، جداء عددين لهما اشارتين مختلفتين هو عدد سالب. كنحصلوا هنا على عدد سالب، فاش كنضربوا الموجب في السالب كنحصلوا على السالب، فاش كنضربوا السالب في الموجب كنحصلوا على السالب. اوكي، دونك خلاصه هي كالتالي، جداء عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، وجداء عددين لهما إشارتان مختلفتان، جداء عددان لهما إشارتان مختلفتان هو عدد كيفاش؟ عدد كي داير سالب، هو عدد سالب. مضبوط؟ يعني فين ما نشوف جوج الاعداد عندهم نفس الاشاره ما كنسولش جوج مرات، كنكتب مباشره انه موجب، عاد كنحسب، عاد كنضرب العدد في العدد في العدد. فاش كنشوف واحد العددين عندهم اشارتين مختلفتين، يعني واحد عنده الزائد والاخر عنده الناقص، مباشره قبل ما كنحسب الجداء كندير ناقص، تندير تساوي ناقص، كنحسب الجداء، عاد كنحط الريزولطا، النتيجه اللي كنحصلوا عليها. اوكي، هذه خاصها ترجع شي حاجه اوتوماتيك، يعني ما خاصناش نفكروا جوج مرات، صافي خاصها ترجع شي حاجه اللي ما كنفكروش فيها، ترجع شي حاجه اللي غير كنشوفوها كنجاوبوا عليها. مفهوم؟ يلا عافاكم ضبطوا لي هذا الجدول الله يعطيكم الستر. غنعطيو اسمحوا لي
قلنا موجب في الموجب يساوي موجب، سالب في السالب كيساوي موجب. اوكي، هذه اشارتان نفس الاشاره، عفوا هذه نفس الاشاره، نفس الاشاره دائما موجب، هاي نفس الاشاره، نفس الاشاره دائما النتيجه كتكون موجبه. اشارتان مختلفتان، السالب الموجب عفوا في السالب، السالب والسالب في الموجب شنو كيعطينا؟ السالب. هنا شنو؟ عددين هما اشارتان مختلفتان، يعني هنايا اشارتان مختلفتان. نعطيو امثله. عندنا 5 في 3، 7 في ناقص 2. سمحوا لي غادي باش ما ندوخكمش. 7 في ناقص 2، 4 في 5 ناقص، عفوا 4 في ناقص 5 ناقص 3 في ناقص 3 في 2. اوكي، الوغ شنو قلنا؟ بدون تفكير، موجب في الموجب، هيا عندنا 5 عدد موجب، 3 عدد موجب، بدون تفكير النتيجه شنو غتكون؟ موجبه. عاد كنحسبوا 5 في 3 كم تساوي، ديك الساعه كنكتبوا النتيجه. مفهوم؟ 15. وفاش كيكون عدد موجب ما كنحتاجوش نكتبوا الزائد امام العدد، كنكتبوه هكا بلا زائد. عندنا 4 رقم سالب، عدد سالب، و5 حتى هو عدد سالب، يعني نفس الاشاره بدون تفكير شنو النتيجه؟ موجبه. عاد كنحسبوا 5 في 4 شحال، كنكتبوا النتيجه اللي هي 20، كنمسحوا الزائد لان قلنا عدد موجب ما كيتكتبش حتى الزائد. اوكي، هنا 7 في ناقص 2، عندنا 7 موجب، 2 سالب، اشارتان مختلفتان، النتيجه غتكون على شكل عدد سالب. عاد كنحسبوا 7 في 2 كم تساوي 14 ناقص 3 عدد سالب، 2 عدد موجب، النتيجه سالبه. دونك 3 في 2 6. مفهوم؟ مفهوم؟ ما نعاودش نرجع لهذا الشيء، ما نعاودش نرجع له مره اخرى. اوكي، اسمحوا لي واحد دقيقه. صافي مفهوم؟ نمسح السبوره. ندوزو لكيفيه التعامل مع الاشارات في المجموع. باش كيكون عندنا المجموع. اوكي، الوغ كيفيه التعامل مع اشارات في المجموع. كيفيه التعامل مع الإشارات في المجموع. هنا عندنا المجموع اللي هو المجموع. الوغ مجموع عددين موجبين، مجموع عددين موجبين هو دائما عدد موجب، ياك؟ النتيجه كتكون عدد موجب. وكيفاش كنديروا نحسبوا النتيجه؟ كنديروا مجموع العددين، مجموع العددين. اوكي، باش كيكون عندنا عدد موجب وعدد سالب، شنو الاشاره ديال اللي كنحصلوا عليها؟ شنو هي اشاره العدد الاكبر. دونك الاشاره اللي كنكتبوا هي اشاره العدد الاكبر.
العدد الأكبر مع فرق العددين. كنطرحوا العددين كنديروا الناقص فرق العددين. مفهوم؟ عندنا عدد سالب زائد عدد موجب. النتيجة إشارة العدد الأكبر مع فرق العددين. عندنا عدد سالب زائد عدد سالب. النتيجة كيفاش غنحصلوا عليها؟ غنحصلوا على الإشارة غتكون سالبة والنتيجة مجموع العددين. اوكي. الوغ فاش كتكون العددين عندهم نفس الاشاره اللي هي مثلا زائد زائد او ناقص ناقص، كنحطوا ديك الاشاره وكنجمعوا العددين. فاش كيكون عندنا اشارتان مختلفتين مثلا زائد الناقص او لا الناقص مع الزائد، شنو كنديروا اشاره العدد الاكبر مع فرق العددين. مثال، نعطيو مثال. عندنا ناقص 5 زائد 3 كم تساوي؟ هنا عندنا عدد سالب ها هي مع عدد موجب ها هي. دونك عندنا هاد الحاله، اسمحوا لي، عندنا هاد الحاله هادي. اوكي. دونك شنو هي؟ غنديروا اشاره العدد الاكبر. شنو هو العدد الاكبر هنايا؟ هو 5. دونك اشاره العدد الاكبر اللي هي ناقص، حيت 5 هو العدد الاكبر عنده اشاره ناقص، دونك غنديروا ناقص. والنتيجه غتكون على شكل فرق العددين. 5 ناقص 3 كم تساوي؟ 2. دونك ناقص 2. مفهوم؟ كاينه واحد الطريقه اخرى ممكن انكم تستعملوها، علاش لا، مي هذه اسرع. مي الا بغيتو تفهموا اكثر غادي نديروا هاد الطريقه باش تفهموها. دونك ناقص 5 نديروا 5 ديال الناقصات، 1 2 3 4 5، وعندنا 3 ديال الزائدات، 1 2 3. دونك الناقص كتمشي مع الزائد، الناقص كتمشي مع الزائد، الناقص كتمشي مع الزائد. شنو كيبقى عندنا؟ ناقص 2 المرات. هاهي كتبقى عندنا ناقص 2. اوكي، نفس النتيجه هي ناقص 2 ناقص 2. نعطيو مثال اخر. نعطيو ناقص 4 ناقص 3 كم تساوي؟ عندهم نفس الاشاره، ناقص ناقص. هي ناقص ناقص، غنكونوا في هذه الحاله هذه. عفوا سمحوا لي، لا ماشي في هذه الحاله، ناقص ناقص في هذه الحاله هذه. هاي دونك ناقص ناقص، اشاره غنحطوها نفسها، نفس الاشاره ديال العددين، والنتيجه غتكون على شكل مجموع العددين. 4 زائد 3 7. اوكي. الا بغينا نطبقوا هاد الطريقه هذه، دونك عندنا ناقص 4 هاي 1 2 3 4، وعندنا ناقص 3 هاي 1 2 3. شحال عندنا هنايا من الناقص؟ 1 2 3 4 5 6 7. دونك عندنا ناقص 7. اوكي مفهوم؟ نتمنى ان هادشي يكون واضح. نتمنى ان كيفيه التعامل مع الاشارات في كل من الجداء والمجموع اصبحت شيء واضح. اوكي. نعاود نذكر، جداء عددين لهما نفس الاشاره هو عدد موجب، جداء عددين لهما اشارتان مختلفتان هو عدد سالب. وبالنسبه للمجموع، الا كانوا عندنا عددين لهما نفس الاشاره كنحط هذيك الاشاره اللي عند دوك العددين، والنتيجه كتكون على شكل مجموع. غادي ندير زائد يعني غنجمعهم، هذوك العددين غنجمعهم. كانوا عندهم اشارتان مختلفتان، غنشوف اشاره العدد الاكبر وغادي نفرق دوك العددين ونحط النتيجه ديالي. مفهوم؟ عافاك هادشي يكون مضبوط. ما نعاودش نرجع له، نرفد لكم هادشي. عافاك يكون مضبوط. عفوا. دونك دابا ننتقلوا للدرس ديالنا ديال اليوم اللي هو النشر والتعميل. النشر والتعميل. الوغ ليكن ك ا و بي اعداد حقيقيه، دي نومبر غيال. القاعده، ماذا تقول القاعده في النشر والتعميل؟ القاعده هي كالتالي: عندنا ك فوا
ا بلس بي شنو كتساوي لينا؟ ك فوا ا بلس ك فوا بي. اوكي، هذه قاعده ديال النشر والتعميم. خاصنا نعرفوا واحد الحاجه، ان الجداء توزيعي على الجمع، بمعنى اننا كنقدروا ندخلوا الجداء على الجمع باش كنفرقوهم. اوكي، خاصنا نفهموا حاجه اخرى، انه العباره اللي كتكون عندنا قبل النشر هي عباره كيكونوا فيها الاقواس وكيكون فيها الجداء، في حين ان العباره اللي كنحصلوا عليها من بعد النشر ما كيبقاوش فيها الاقواس، كتولي عباره فيها الجمع، فيها الجمع. اوكي، الوغ باش ندوزو من هنا لهنا، باش كندوزو من هنا لهنا كنديرو النشر لو ديفلوبمون. من هنا لهنا كنشرو. كي درنا وحصلنا على هاد العباره شنو درنا ك فوا ا، ها هي، وحطينا هاد الزائد هذا اللي عندنا هنا هو هذا زائد، وكنديرو ك فوا بي، هاي ك فوا بي. غنعطي واحد المثال باش يساعدكم انكم تفهموا هاد العباره شيئا ما. نفترضوا عندنا واحد الام عندها واحد جوج ديال الشكلاطات. اوكي، بغات توزعهم على، عندها جوج ديال الاطفال، نفترضوا انا سميتهم احمد ومهدي، بغات توزع عليهم واحد جوج شكلاطات. اوكي، غتعطي لاحمد الشكلاطه وغادي تعطي لمهدي حتى هو الشكلاطه. غادي نبسط لكم هاد العباره باش تفهموها اكثر. قلنا ام عندها شوكولا، غتوزعها على شكون؟ على ولادها اللي سميتهم شنو؟ احمد ومهدي. دونك الشوكولا غتوزعها على احمد وغتوزعها حتى على مهدي، غتعطيهم نفس الباكيه نتاع الشوكولا. دونك شنو علاش غتحصل؟ غتوزع الشوكولا على احمد، يعني احمد غياخد الشوكولا ديالو، وغتوزع على مهدي غياخد الشوكولا ديالو. اوكي، دونك غيولي عندنا احمد عنده الشوكولا ديالو، غيولي عندنا ومحمد حتى هو عنده الشوكولا ديالو. في الاول شنو كان عندنا؟ في الاول قبل النشر كانت الام اللي عندها الشوكولا وغتوزعها على احمد ومحمد. من مورا النشر شنو علاش حصلنا على ان الام عطات لاحمد الشكلاط، ولا عند احمد الشوكولا، وعطات الابن ديالها اللي هو مهدي كذلك الشوكولا ديالو حتى هو ولا عنده الشوكولا. يعني احمد عنده الشوكولا ديالو ومحمد عنده الشوكولا ديالو. من بعد التوزيع ديال الام اللي دارت، من بعد ما وزعت لنا الشوكولا على احمد، ومن بعد ما توزعت لنا الشوكولا على مهدي. مفهوم؟ هذا مثال لتبسيط باش يبسط لكم شيئا ما القاعده باش تفهموها. عندنا الضرب توزيعي على الجمع. اوكي، الشوكولا كيتوزع على احمد ومحمد. مفهوم؟ ديستريبيوتيف. عندنا لا مولتيبليكاسيون اي ديستريبيوتيف على الجمع اللي هي لا سوم. مفهوم؟ مضبوط؟ اوكي، عندنا مثال 5 في 3 زائد 2. هادي الا بغيتي تحسبها مباشره شنو غادي دير؟ غتخلي 5 وغتحسب 3 زائد 2 شحال هي؟ حتى هي 5، ودير 5 في 5 25. اوكي، الا بغينا نطبقوا القاعده اللي عندنا هنايا ديال النشر شنو غنديروا؟ عفوا شنو غنديروا؟ 5 غنديروا 5 في 3 اولا، 5 في 3. سمحوا لي على الاضاءه الا كان هادشي ما واضحش، سمحوا لي بزاف على الاضاءه. المره الجايه ان شاء الله غتكون ان شاء الله الاضاءه احسن. زائد 5 فوا 2 شحال هي؟ 5 في 3 15، 5 في 2 10. شحال هي 15 زائد 10؟ 25.
كنحصلوا على نفس النتيجه، بمعنى ان هاد القاعده او لا هاد الخاصيه ديال النشر هي خاصيه صحيحه. اوكي مفهوم؟ مفهوم. الوغ نبغيكم تضبطوا لي واحد الامور كذلك. عندنا الجداء مثلا ا فوا بي راه هي بي فوا ا. عاوتاني بالنسبه لا نوتاسيون الكتابه ا فوا بي راه هي ا نقطه بي راه هي ا فوا بي. هذه هي ونقدر نقول هي بي فوا ا حيتاش الضرب تبادلي. اوكي الضرب تبادلي commutatif. La multiplication est commutative يعني تبادلي. ضربنا ا فوا بي بحال الا ضربنا بي فوا ا. درنا 5 سمحوا لي هاد 5 ما عرفت مالي معاها في الكتابه نبدلو 5 نديرو 2 في 3 راه هي 3 فوا 2 2 في 3 6 و 3 فوا 2 كذلك 6. اوكي مفهوم مفهوم. الوغ نفس الحاجه بالنسبه سمحوا لي بالنسبه للطرح. عندنا خاصيه كذلك ديال الطرح اللي هي ك فوا ا ناقص بي. شنو كتساوي لينا هاد العباره هادي؟ هاد العباره ماذا تساوي؟ اولا غنديرو ك فوا ا اللي هي ك. كتشوفوا هاد اللون الاخضر؟ نتمنى تكونوا كتشوفوه. من بعد عفوا كنديرو ك هذه راه هي ناقص بي. بلاتي ناخذ لون اخر باش تتضح لكم الصوره. هذه راه ناقص بي. من بعد شنو كنديرو ك فوا ناقص بي. ك فوا ناقص بي هي ناقص ك بي. مفهوم؟ الا كان مفهوم غادي ندوزو لاشياء اخرى. غندوزو المتطابقات الهامه. ولكن قبل ما ندوزو عفوا للمتطابقات الهامه عندنا واحد العبارات بغيتكم تسمحوا لي. الوغ ليكن ا و بي و سي و دي اعداد حقيقي دي نومبر غيال. بغينا نحسبوا هاد العباره كم تساوي ا بلس بي فوا سي بلس دي. ماذا تساوي هذه العباره؟ الوغ شنو كنديروا؟ اولا كنديروا ا فوا سي. ا فوا سي هي ا سي. من بعد شنو كنديروا ا فوا دي هي بلس ا دي. من بعد كنديروا بي هي بي كنضربوها في سي هي بلس بي فوا سي. من بعد شنو كنديروا بي فوا دي هي بي كنضربوها في دي. شنو هي شحال هي بلس بي دي بلس بي دي بلس بي دي. مفهوم؟ ممكن نحسبوها بطريقه اخرى. عندك ا بلس بي فوا سي بلس دي. غنديرو اولا هذه غنعتبروها كعباره واحده. غادي نشدو ا
غنضربوها في سي بلس دي. ها هي ا فوا سي بلس دي. من بعد غنشدوها هي بلس بي، غنشدو بلس بي غنضربوها عاوتاني في سي بلس دي. دونك عندنا بلس بي فوا سي بلس دي. اوكي، نقدروا نزيدو نشرو هاد العبارتين، مازال ما ساليناش. دونك ا فوا سي بلس دي هي ا فوا سي بلس هي بلس ا فوا دي. اوكي، و بي فوا سي بلس دي هي بي فوا سي بلس بي فوا دي. هي نفس النتيجه كنحصلوا عليها، ولكن الاسهل باش تولي عندكم حتى نتوما براتيك هي هذه. ندوز من هنا لهنا صافي نضبطها. باش ندوز من هنا لهنا خاصها تكون مضبوطه. شنو كندير ا فوا سي هي ا سي بلس ا فوا دي هي ا دي زائد بي فوا سي هي بي سي زائد بي كنضربها في دي هي بي دي مباشره بلا ما ندوز من هذه عاد هذه. ندوز مباشره من هنا لهنا باش تولي عندي ساهله دغيا تولي عندي مضبوطه مباشره. ندوز من هنا لهنا. اوكي، نعطيو مثال. مثلا عندنا 2x فوا x. لا سمحوا لي، لا عندنا 2x بلس شنو كنت كنقول 2x بلس 3 فوا x بلس 4. شنو كتساوي لنا هاد العباره؟ اولا شنو غادي نديرو؟ غنشدو 2x غنضربوها في x. 2x فوا x شحال هي؟ 2x او كاري. هي 2x او كاري. عندنا الاس الاكس عنده اس واحد وهنا الاكس عنده اس واحد. دونك x فوا x هي x او كاري مجموع الاسين. 2x هي 2x كنضربوها في 4 هي شحال؟ هي 8x. من بعد عندنا 3 كنضربوها في x شحال هي 3x و 3 كنضربوها في 4 هي 12. دونك هي 2x او كاري زائد 8 زائد 3 11 x زائد 12. مضبوط؟ مفهوم؟ نقدر نمسح. غنعطيكم واحد لاستوس. هي واحد المهم مزيان انكم تعرفوها باش حتى الا وحلتو نسيتو على واخا انا راه شرحتها لكم مزيان يعني خاصكم تكونوا ضابطينها. مي بغيتكم تعرفوا استوس وحده اخرى. علاش لا؟ نخلي هذا المثال نخدموا بهذا المثال نيت. غناخذ واحد الجدول. غادي ناخذ واحد الجدول. اوكي، عندنا 2x بلس 3 هاي 2x بلس 3 وعندنا x بلس 4 هي x هي 4. مفهوم؟ x في جوج x كم تساوي؟ هي جوج x او كاري. مفهوم؟
الا مشينا بحال هكا ودرنا واحد الدائره غادي نوصلوا لهنا نديرو بحال هكا، يعني غنضربوا 3 في 4. شحال هي 3 في 4؟ هي 12. شحال هي شحال هي 2 اكس في 4؟ هي 8 اكس. غنكتبوا النتيجه كنكتبوها في هاد لاكاس. الضرب شحال هي 3 في اكس؟ هي 3 اكس. فهاد لاكاز هادي الوسطانيه شنو كنديرو 8 اكس اللي هي الفوق عندنا زائد 3 اكس. شحال هي 8 زائد 3؟ هي شحال؟ 11. دونك النتيجه شنو هي؟ هادي، هي 2x plus 11x plus 12. اوكي مزيان تعقلوا حتى على هاد لاستوس. صح الا كانت عندنا a plus b fois c moins d كم تساوي؟ كنديرو a fois c اللي هي ac ياك مفهوم. من بعد شنو كنديرو a هي a كنضربوها في موان دي. عندنا هنايا موان دي. شحال هي a في موان دي؟ هي موان a دي. من بعد شنو كنديرو بي فوا سي. هي بي عندنا زائد دونك بي حتى سي عندنا حداها زائد دونك بي فوا سي كم تساوي؟ هي بي سي. من بعد شنو كنديرو؟ عندنا الزائد بي هي بي موجب، اذا ما كنحتاجوش اننا نحدو الاشاره دونك مباشره كنقولو بي. وهنايا دي قدامها واحد الناقص دونك كناخذو بعين الاعتبار بي فوا ناقص دي كم تساوي؟ هي ناقص. راه قلنا بلي الزائد في الناقص هو الناقص. جداء عددين لهما اشارتان مختلفتان هو عدد سالب. الوغ بي فوا ناقص دي هو ناقص بي دي. اوكي دونك هاد العباره كتساوي لنا هاد العباره. مفهوم. 5 زائد 3 فوا اكس ناقص ناقص 2. عفوا هنايا ماشي ناقص 3 زائد 3 نسيت واحد الاكس زائد 3 اكس. نحسبوا هاد العباره كم تساوي. دونك اولا شنو كنديرو 5 فوا اكس هي شحال؟ هي 5 اكس. من بعد 5 في ناقص 2 هي ناقص شحال؟ 10. من بعد عندنا زائد 3 اكس كنضربوه في اكس هي زائد 3 اكس او كاري. من بعد عندنا زائد 3 اكس كنضربوها في ناقص 2 هي ناقص 6 اكس. اوكي الوغ ما نخليوش هاد العباره هكا، خاصنا نبسطوها. اوكي كنجمعوا مثلا الاقلام مع الاقلام، الكتب مع الكتب. ماشي كنجمعوا الكتب مع الاقلام، ما كنجمعوش الاكس مع الاكس او كاري. الاكس او كاري بوحدها، الاكس بوحدها، والاعداد الحقيقيه بوحدهم. مفهوم. كنبداو دائما
بالاعداد اللي عندها اكبر اس. الاعداد اللي عندها اكبر اس عندنا هو 3 اكس او كاري. الوحيد اللي عنده اكس او كاري هو 3، دونك كنديروا 3 اكس او كاري. كندوزو الاكس. شكون الاعداد اللي عندهم اكس؟ عندنا 5 اكس وعندنا 6 اكس، دونك تجمعوا مع بعضياتهم. شحال هي 5 اكس ناقص 6 اكس؟ اعداد عندهم اشارتان مختلفتان. بدون تفكير شنو قلنا؟ اشاره العدد الاكبر اللي هو 6 اكس. دونك شحال هي الفرق ديال 6 مع 5؟ هو 1. دونك ناقص 6 اكس زائد 5 اكس كيساوي لنا ناقص اكس. مفهوم؟ حيت 6 اكس هي اللي عندها الاشاره العدد الاكبر، وكنديروا الفرق ديال العددين. وبقات لينا واحد ناقص 10 نجي نزيدوها هنا. مفهوم؟ ندوز نعطيكم ندير معكم ديك لاسيوس اللي درنا في الخاصيه اللي قبل من هذه، نديروها علاش لا. وي قلنا اكس بلس، هاي عندنا اكس عندنا 5، عندنا 3 اكس، عندنا اكس، عندنا ناقص 2. شحال هي 5 في اكس؟ هي 5 اكس، و3 وناقص 2 في 3 اكس شحال هي؟ ناقص 6 اكس. شحال هي 5 في ناقص 2؟ هي ناقص 10. شحال هي 3 اكس في اكس؟ هي 3 اكس او كاري. شحال هي ناقص 10 زائد 3 اكس او كاري؟ هي 3 اكس او كاري ناقص 10. واش دونك شحال تساوي؟ هي 5 اكس زائد 3 اكس او كاري ناقص 10 ناقص 6 اكس. دونك هي 3 اكس او كاري، 5 اكس مع ناقص 6 اكس هي ناقص اكس، وكتبقى لينا هنا ناقص 10. دونك كنحصلوا على نفس النتيجه. دونك بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله في لا فيديو الماجي غادي نشوفوا المتطابقات الهامه، لي زيدونتيتي ريماركابل. اوكي، واي واحد ما فهم شي حاجه يخليها لي في لي كومونتير، نعاودها الحصه الجايه علاش لا ان شاء الله، ولا نشرحها له في الكومونتير. ونتمنى ان الدرس يكون واضح، حيت بصح شرحت لكم كاع داكشي الاساسي، ومازال غادي نديروا ان شاء الله التمارين على هذا الدرس. تابعوني في الفيديوهات ان شاء الله المقبله، مازال غنديروا نخدموا على تمارين بزاف على هذا الدرس. اوكي، يلا الى اللقاء، نتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.